بعنوان نادي غزل المحلة الرياضي. نادي غزل المحلة الرياضي هو أحد الأندية المصرية لكرة القدم. أنشئ في عام 1936 بعد إنشاء شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كشركة وطنية مصرية بقيادة الاقتصاد الوطني الراحل طلعت حرب. بدأت ممارسة الكرة بين بعض الخبراء الإنجليز والذين يعملون بالشركة مع بعض العمال المصريين. ثم كان إنشاء استاد الغزل في عام 1947 ليشارك الفريق الخاص بالشركة في دوري الشركات في ذلك الوقت، ثم بدأ مشاركاته في الدوري المصري الممتاز. وأيضا بحكم وجوده في مدينة كبيرة مثل مدينة المحلة الكبرى أصبح له جماهيره في المحلة الكبرى وما يتبعها من قرى، وهو من الأندية القلائل الذين أحرزوا لقب الدوري العام، ولعب في الدوري المصري الممتاز 44 مرة. ساهم المحلة بكثير من المواهب لمنتخب مصر مثل وائل جمعة وأيضا محمود فتح الله وأحمد المحمدي ومحمد عبد الشافي من ناشئي النادي. وأيضا كما أن شوقي غريب مدرب المنتخب الوطني السابق ومدرب المنتخب الأولمبي حاليا هو أحد أبناء هذا النادي. كما أن النادي يملك لاعبين في منتخب الشباب 2001 الذي حصل على المركز الثالث في كأس العالم للشباب تحت سن 20 سنة 2001 مثل محمد العتراوي. أعزائي المشاهدين، بشكركم على مشاهدتكم لينا، وأتمنى دايما أن انتم تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد وحصري عن أخبار الكرة العالمية والمحلية. شكرا لكم.